تمام. طيب فترة التأهيل بتاخد قد إيه بالنسبة للاعب أو لهاوي؟ يعني إمتى يرجع تاني يلعب؟ وبيلعب بنفس الكفاءة أو بيحس برضو إن لأ ممكن يلعب ب 80% أو 60% كفاءته؟ بص، خلينا نتكلم في نقطة مهمة، إن الرباط الصليبي أثبتوا علميا إن بيلتئم في العظم بعد 6 شهور. تمام. يعني لما بيتاخد جرافت أو جزء تعويضي بيتحط مكان الرباط الصليبي بعد العملية، سواء كان من البرنال لونجس من الأنكل أو من الهامسترنج من الخلفية، بيبدأ إن الرباط دوت يمر بمراحل في جسم الإنسان. تمام. بيلتئم في العظم فعليا بعد 6 شهور. لكن التغذية الدموية والعصبية اللي وصل للرباط بتبقى 50%. فبالتالي اللاعب عشان خاطر يوصل لمرحلة الأمان إلى حد ما بيحتاج يأهل من 9 شهور ل 12 شهر. والمثال على دوت كريم فؤاد وأكرم توفيق والونش، معظم الناس دول لما عملوا صليبي قعدوا سنة. تمام. بالرغم ان هو عمل عملية في ألمانيا وأهل في سبيطار اللي هي تاني أكبر مستشفى طب رياضي في العالم. فالموضوع مش مرتبط بتكنيك العملية فقط أو مكان التأهيل، هو مرتبط بمراحل فسيولوجية بيمر بها الرباط جوه المفصل.